السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام سوزي الغاليين، عاملين ايه؟ اللي دايما منوريني وقناة منورة بكم يا حبايب قلب. دخلت على المطبخ كده، قلت بقى تخشي يا ام سوزي كده على المطبخ، روقيه ونضفيه واغسلي المواعين اللي في الحوض عشان اخش بقى اعمل اكل يكون ايه المطبخ بتاعي نضيف كده يا حبايب قلبي. بلا لوبيا بقى وكده، هعمل ايه النهارده؟ لوبيا على لحمه يا حبايب، برضه مطلعه لحمه اهيت، وقلت هروق المطبخ وانضفه قبل ما اعمل الاكل يا حبايب قلبي. نوروني كده وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي. الخس ده برضه احطه على جنب كده عشان بغسله، واغسل بقى المواعين بتاعتي. بقى باللايك والاشتراك في القناه كده ونوروني، ادخلوا كده على الفيديوهات يا حبايبي وشاهدوا الفيديوهات ونوروني كده يا حبايبي. معرفش اعمل اكل ادخل المطبخ ولا اعمل اكل لما يكون المطبخ بتاعي نضيف ورايق، حتى البوتاجاز يكون نضيف ومعلش اي وساخه يا حبايبي. انا واخده على كده مطبخي نضيف اعرف على ايه ادخل اعمل اكل. غسلنا بقى وانتوا شايفين بقى دي مواعين الفطار. في مواعين خالص، المواعين بحس ان هي بتسحب من النار. مش في مواعين يبقى مطبخي نضيف كده ورايق. خلصت بقى المواعين يا حبايبي، وامسك الحوض بتاعي بقى ايه ادعكه ضحكه حلوه كده. البوتاجاز حلة اللبن بقى انا غلياها سايباها ايه لما تبرد وبعدين عباها في الفريز.
عايزه هيلمع ازاي. بقى الكتاب بتاعته بقى حلة اللبن كده ايه على جنب كده تبقى براحتها، وبعدين اعبيها في الكيس. العبة الغسالة اللي جايباها عشان ايه نغسل بقى الرخامة دي برضه بنقطع عليها بصل وبنقطع عليها طماطم، ايه بنعمل عليها كل حاجة. الرخامة دي حاجة لازم تكون نضيفة كده. في الرخامة بتاعتي راحت زي الفل ازاي، مطبخي راح زي القشطة يا حبايب قلبي. روقت ونضفت وخليته زي الفل. امسك بقى الفوط بتاعت المطبخ دي، احط عليهم شوية برد كده، امسكوا مدعكم واجيب بقى المية ايه وامسح المطبخ. غسلت بقى الفوط بتاعتي اهي، كده بقى كده على الانبوبة نشوفوا براحتهم. طلع بقى بتاعت الزبالة دي بره كده يا حبايبي، واجيب بقى المية، حاطة برده شوية ديتول وشوية كلور وشوية معطر اهو في المية. نعطر بقى ايه المطبخ ونمسحه بالكلور كده، خليه فل. كل حاجة